السلام عليكم خوتي. اليوم بغينا نوجدوا هاد البسبوسه بالتفاح والخوخ. كتجي رائعه وسهله في الخدمه. نبداو بسم الله. اول حاجه عندنا قبصه الملحه، هذه ضروريه. كنديروا جوج بيضات. عندنا جوج بيضات. غادي نزيد عليهم نص كاس ديال السنيده، غير نص كاس حيت مازال عندنا السنيده غادي نديروها في حاجه اخرى باش غادي نسقيو. يعني ما غاديش نكثروا في الاول باش كتجي الحلاوه هي هذيك. غادي ناخذوا هاد الساشيت غنقطعهم كاملين. كناخذ هذه فانيا، ساشي ديال فانيا وحده. غادي ناخذ باش نطربوا مزيان. هاد المكونات خصهم يطربوا مزيان باش كيعطيونا نتيجه زوينه. غادي نضيف كاس لاروب ديال الزيت، ها هو كاس لاروب صافي. المهم هاد البسبوسه ما كتبغيش الزيت بزاف، يعني كتجي ميد ما الا كثرتو فيها الزيت. كنديروا كاس عامر ديال الحليب صافي. وغادي نطربوا هاد المكونات ونعاودوا نزيدوا هاد قشور ديال حامضه كامله، حامضه ليمونه. المهم كناخذوا القشور الصفراء، والماء اللي عطاتني الحامضه حامضه كامله عصرتها عطاتني هاد الماء. غادي نزيد فيها الماء حتى كنعمروا الكاس بالماء صافي. وغادي نديرو نعاودو نطربو مزيان. غادي ندخلو هاد المكونات مزيان. غادي نزيدو فيها السميد صافي حتى كنطربو مزيان. عاد غنبداو نزيدو السميد هو الكاس الاول. كندخلوه مزيان بهذه الطريقه. كما كتعرفوا عادي كيف ما كتخدموا البسبوسات ديالكم بهذه الطريقه بحال هكا. كنطربوا مزيان وكنعاودو نزيدو الكاس الثاني وحنا كنطربوا. غادي نزيد الكاس الثالث، وهذا غادي نبقى نطرب في الكاس الثاني مزيان حتى كندخلو مزيان. عاد كنزيد الكاس الثالث حتى هويا وكنطربوه مزيان بهذا الشكل. من بعد ما كنطربوها مزيان حتى بحال كنحسوا بها الطربات مزيان ودخلوا لها المكونات كاملين. غنزيد الخميره. درت جوج ساشيات ديال الخميره، وهاد الخميره غنزيد ليها معلقه ديال الخل هذا ديال الحامض ديال كيتواتى. هاد الخل ديال الحامض كيتواتى مع هاد البسبوسه حيت اصلا درنا فيها الحامض. تقدروا ديروا الخل عادي ماشي مشكل بحال. المهم غادي ندخلوا هاد المكونات مزيان. غادي نطربوها مزيان. من بعد ما غادي نكملوها ملي كنكملوها كترجع لهاد القوام بحال هكا. غادي نخليوها على جانب. قد ما بقات على جانب على برا كتشرب حسن من ما تشرب لينا في الفران. كنخليوها حتى كتشرب مزيان وكندوزو ناخذوا هاد التفاح والخوخ اللي قطعت انا الخوخ وبديت كنقي في التفاح. هما القياس ديالهم. انا قلت نقطعهم قدامكم باش تشوفوهم. قبل ما نقطعهم غادي ندير فيهم نعصر عليهم الحامض باش ما كيتاكسدوش وما كيكحالوش. كيبقى مزيان واخا تنقيهم في الاول وتحتفظي بهم راه ما كيكحالوش الا درتي ليهم الحامض. المهم هما كيفاش كنقطع رقيق بهذا الشكل باش ما كيدخلش لينا لداخل. الا كان غليظ راه كيدخل وسط البسبوسه. حنا خصنا يكونوا مقطعين رقاق بحال هكا. من بعد ما قطعتهم عاود عصرت عليهم الحامض بحال هكا صافي. وغادي نخليهم جانب وناخذوا المول اللي دهنتو بالزيت. هاد المول القطر ديالو 30 سنتيم. قد ما كان عريض قد ما كيعطيك بسبوسه رقيقه وزوينه، ما كتكونش منفوخه وغليظه. تقدروا ديروا المول مربع، ديروا في اي شكل بغيتو ديروا، غير كيكون كبير شويه. هذه بسبوسه عائليه يعني كتكون كبيره. المهم رجعنا للبسبوسه. هانتوما كيفاش تشربات. ملي غنشوفوها تشربات بحال هكا كنعاودو نطربوها. الا احتاجت لينا الحليب كنزيدو واحد 2 معالق. ما احتاجتش الحليب صافي هاد القياس كافي باش ما تدخلش لينا هاد الخوخ والتفاح باش ما يدخلوش وسط البسبوسه. خاصها تكون عاقده شويه على هاد القوام. شوفوا كيفاش كتجي، يعني خاصها تكون شويه بهاد المقادير اللي درت. هاد السميده وهذا جات هي هذيك.
المهم الا جاتكم خاطره شويه كتزيدوا شي شويه الحليب، غير معلقه ولا 2 معالق باش كتجيكم هي هذيك وما كيدخلوش الخوخ والتفاح. المهم خاصها تكون مسطحه بحال هكا ومقاده. غادي ناخذ دابا الخوخ، انا غادي نسبق الخوخ، غندير سطر ديال الخوخ كامل على هذا الشكل، كنبقاو ماشيين معاه بحال هكا وحده لاصقه على الوحده بحال هاد الطريقه. صافي كنوزعوهم على هذا الشكل. وهنا خوتي اللي وصلت معايا حتى لهنا ما تنساوش ليا اللايك ديالكم، واللي ما مشاركش يشارك فضلا وليس امرا. وكنشكر كاع الخواتات اللي كيديروا معايا تعليق زوين وكيديروا، كنشكركم بزاف بزاف والمشاهده ديالكم شكرا بزاف. المهم من بعد ما كملت هاد البسبوسه استفدت هاد التفاح والخوخ، ملي كيبقاو لينا شي بلايص فارغين كنعمروهم، كنقطعوا التفاح كيبقى لينا واحد الطريفات صغار كنقطعوهم. غادي ناخذ فاني، ساشيه ديال فاني، وكنرش عليها من الفوق بحال هكا. صافي كندخلوها للفران. الفران كنكونوا مشعلينو قبل، العافيه عليها سخونه حتى كتبدا حتى كنبغيو نرميو البسبوسه عاد كنقصوا البوطه ونخليوها طيب على خاطرها حتى كتحمر، عاد كنهبطوها نشعلوا عليها لتحت هو تحمر شويه صافي. المهم في كاسرونه خديت 2 دوائر ديال الحامض و2 معالق ديال السنيده وكاس ديال الماء. هذا غادي نخليوه حتى كيطبخ مزيان. ملي كيطبخ كنخليوه كيبرد، كيكه كطيب وهذا السيرو كيبرد، هو راه بارد دابا راه برد والبسبوسه باقا سخونه. المهم كنبقاو نسقيو به حتى كيبدا يرجع خاسر شويه. المهم كنسقيو به مزيان حتى كنكملوه كامل فيها، حيت لحقاش هاد السميده كتشرب، ملي كتشرب كتجي واحد كتجي معلكه وزوينه. المهم كنسقيوها مزيان وهذا، وكناخذوا عندي هذا البيستاج واللوز مخلطين كانوا عندي، كنت خدمت بهم واحد الحلوى وبقاو ليا بغيت نديرهم. نتوما تقدروا ديروا اي حاجه عندكم، كاوكاو محمر مهرمش، الكوك، اللوز اللي عجبكم تقدروا تخدموها به. المهم البيستاج وهذا عطى واحد المذاق زوين وجات زوينه، جات لذيذه الصراحه. كنعمروا بحال هكا الفراغات صافي كنخليوها تبرد. قد ما بردات وشربات كتجي زوينه. غادي ندوزو باش نشوفوا القوام ديالها كيفاش جات. نقطع معكم واحد الطريف تشوفوا كيفاش كتجي رائعه بصراحه. الا ما جربتوهاش ما جربتو والو، سهله وزوينه ما فيهاش المكونات بزاف. هانتوما شوفوا خوتي القوام كيفاش كتجي، شوفوا كيفاش مهويه ورطبه وبحال ماشي بالسميده، غير بالسميده وجات زوينه يعني تاكلوا فيها شحال ما كلتو رائعه ما فيهاش دقيق البيض. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي مهويه وغزاله. هانتوما انا نقطع معكم بالمعلقه شوفوا كيفاش كتجي. يعني هذه راه جات روعه بصراحه. نتمنى تجربوها. الا جربتوها راه غادا تعجبكم وغادي تبقاو معتمدين عليها. يعني ساهله في خدمتها ماشي صعيبه وكتجي رطبه. شوف غزاله. نتمنى يعجبكم هاد البسبوسه، تعجبكم وتجربوها صراحه راه كتجي رائعه. وهنا سالا الفيديو ديالي. كنشكركم بزاف على المشاهده وبالصحه والراحه.